اللي طولته من الموضوع كله ان انا اخدت مرتبه وسجاده بس، مرتبه اللي وسجاده. هم قاعدين عليها حاليا، اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي. انت قاعد على مرتبه وسجاده؟ مم. انت وبنتك ومراتك؟ انا وبنتي ومراتي. اسمك ايه الاول؟ علي. علي. صلي علي. صلي الحمد صلي. لله. الحمد لله. وانا عايزك تقرا لي اي ايه في القران الكريم. اي ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون فستردون الى عالم الغيب والشهاده فنبئكم بما كنتم تعملون. الله عليك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مبروك عليك. كسبت معاك. الله يبارك فيك. بجد والله انت كسبت بجد. معايا. والله بجد والله انت مش مصدق ليه؟ والله انا مش. بجد والله مبروك عليك. الله يبارك فيك. مين تعبان عندك؟ بنتي الصغيرة 4 شهور. هو مكروب وقلب معاها في صدرها طبعا، كحة زايدة وبتاع يعني برضو ايه، حاجة ضرت حاجة. فأنا قاعد في دور أرضي وفي رطوبة طبعا جامدة في الشقة وكده، وطبعا قاعد على مرتبة في الأرض، ما عنديش سرير، ما عنديش كنبة، ما عنديش أنتريه، ما عنديش أي حاجة. فطبعا من كتر الرطوبة وانت طبعا عارف ان احنا في جو شتاء، فالمية بترشح من كل حتة، فغصب عني يعني مش بإرادتي. يعني حتى مش عارف اجمع حاجة ان انا اجيب مثلا اجيب لها سرير او اجيب لها حاجة وكده وكده. بس مش حد مثلا من اهلك يساعد معاك شويه؟ لا والله، هو يعني حتى الاهل ما مش حد بيفكر في حد، كل واحد بيفكر في نفسه. انت كنت واقف بتفكر، بتقول لي واقف بفكر اكلم مين استلف منه. ايوه فعلا والله، يعني مين انا جه في بالك؟ بفكر ان انا اروح ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بشكي له همي، هو اللي بشكي له كل حاجة، هو اللي بيدبر الامر برضه من عنده. بس كلمت حد ولا ما كنتش لسه كلمت حد؟ لا، ما كنتش لسه كلمت حد، يعني اللي جاي على قد اللي رايح. يعني حتى كمان الايجار ما بقدرش ان انا، يعني لما باجي ادفع الايجار ببقى متكعبل فيه. وانت بتقول لي قاعد مفيش انت مفيش عفش؟ لا، تقول لي مفيش مرتبه على عفش. الأرض. هو مرتبه ليه؟ على الارض. ما هو عشان اصلا يعني كان حصل معايا دروب، انا كان عندي حاجات ياما والله، بس حصل معايا دروب انا ونسايبي وكده. فطبعا جه في مره قال لك احنا الكلام ده مش هينفع وبتاع ومش عارف ايه، ومن شقه لشقه وبتاع والحاجه هتبوظ فراحوا اشتكوني بالقايمه وبتاع وكده. فطبعا انا عشان ان انا احل معاهم وكده، فطبعا انا ما كانش ينفع ان انا اسيب بيتي واسيب مراتي. العفش راح فين؟ اخدوه باعوه. خد العفش باعوه؟ مم. بجد؟ اه والله. باعوا العفش وانت رجعت مراتك وقاعد دلوقتي على من غير قاعد. فرش من غير حاجة؟ قاعد على الارض والله، على الارض. طب ما رجعوش الفلوس دي ولا حاولوا ان هم يساعدوك في حاجه؟ لا 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 لا، هم اخدوا الحاجه باعوها وخلاص على كده، شكرا. اللي طولته من الموضوع كله ان انا اخدت مرتبه وسجاده بس، مرتبه اللي وسجاده. هم قاعدين عليها حاليا، اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي. انت قاعد على مرتبه وسجاده؟ مم. انت وبنتك ومراتك؟ انا وبنتي ومراتي. نفسك فيها عادي؟ نفسي ارتاح بس. ايه اللي يريحك؟ يعني بنتي ومراتي يبقوا في امان، وانا مش عايز حاجه تانية من الدنيا. بس بنتك ومراتك يبقوا في امان بس بس كده؟ نفسي بس يعني اجيب لهم حتى لو سرير، يعني بس يقدروا يناموا عليه، مش اكتر. يا عم ده ابسط حاجه وانا عايز انا هستاذنك، يعني لو في رقم تليفون ليك ولا حاجه ناخد رقم تليفونك وهنزله على الفيديو ده. اي حد يا جماعه، اي حد وانا واثق فيكم، اي حد يقدر يساعد علي. يعني انا موقفه بالصدفه والله، وما اعرفش ان انت جواك كل ده. لكن انت بتقول لي الدنيا جايه عليا، فانا ما تخيلتش ان الدنيا ممكن تبقى جايه على حد بالشكل ده. فانا اسف ليك بجد. لا والله عادي. واعتبرني اخ ليك، واعتبر كل الناس تتفرج على الفيديو ده اخواتك. فعلا. وانا متاكد، انا اولا عن نفسي مش هسيبك دلوقتي. اول حاجه هنعملها خلاص، انا هلغي، مش هكمل تصوير، وهنروح نجيب العلاج تمام، وهنطمن على الاشراف. تمام. المهم بس عندي اهم حاجه عندي تضحك ابتسامه حلوه كده واحنا وفي ربنا كبير عليك. اكيد طبعا، اكيد. ربنا كبير. هو الحاجه الوحيده والله اللي فضلا يعني ربنا. بقول له يا رب افرجها عليا ورزقني برزق بنتي ويبعد عني كل حاجه وحشه بس، ويحقق لي اللي انا نفسي فيه بس، مش اكتر.